السنة دي كده أكون كملت 8 سنين أنا بحاول أعمل فيديوهات ولكني بفشل. أنا سامح ودي حلقة جديدة من سلسلة يوم التلات. 8 سنين عبارة بس عن إني ببدأ وألف وبرجع لنفس النقطة تاني، إن أنا بوقف. متسألنيش ليه؟ مفيش سبب واضح، لكن كل مرة بوقف فيها في حاجة واحدة بتتكرر، إن أنا شايف نفسي بكل بساطة مش كويس. ودي اللوب اللي كل شويه بتسحبني، حتى لما بدات سلسله يوم التلات واللي شعارها اصلا خليك ناقص. انا صاحب الشعار وبقول لك الموضوع ما طلعش سهل اطلاقا. بس عارف ايه اغرب حاجه؟ ان الفيديوهات هي اكتر حاجه انا بحبها، بل هي اكتر حاجه انا بعرف اعملها. لان البلوت تويست ان انا شغال كونتنت كريتور وكريتيف دايركتور، بكتب للناس وبوجههم، بساعدهم ان هم يعملوا فيديوز وكونتنت افضل، وجس وات بشهرهم وبكبرهم. بس لما باجي اعمل ده على نفسي كل مره بفشل. اللي بيحصل ده ممكن يكون ليه حاجه في علم النفس، اللي هي الامبوستر سيندروم او متلازمه المحتال، اللي هو احساسك ان انت كل اللي انت عملته هو مجرد حظ، او شعور ان انت شخص نصاب. المفارقه ان اكتر ناس بتحس بكده هم الكتاب والمبدعين واللي بيعملوا حاجه ليها علاقه بالكرياتيفيتي بشكل ما. بيحسوا بده لما يكون في فرق كبير بين اللي الناس شايفينه منك وبين الصوت اللي انت بتسمعه جواك. هما شايفينك كويس وبتعمل فيديوز كويسه، وسلسله يوم التلات هي سلسله كويسه قوي وكمل، بس انت من جواك سامع قلق وتوتر وخوف واحساس ان هي مش كويسه خالص، وان انت اصلا ذات نفسك مش كويس بل نصاب. طب هل انا بقى شايف نفسي كده من ضمن الناس اللي هم المبدعين اللي عندهم المتلازمه دي؟ بصراحه مش دايما. انا شايفني شخص عادي، ساعات مميز وساعات كتير مش كويس، بس دايما شايف اني علق. وده بيكفي ان انا افضل الف في نفس اللوب تاني من اول وجديد، واقف تاني في كل مره انا بحاول ان انا ابدا فيها. يمكن الحاجه الوحيده المختلفه المره دي اني طلعت البروسيس دي لبره وحولتها لشكل فيديو. بكل بساطه انا بعمل فيديو عن اني مش عارف اعمل فيديو، ويمكن دي تكون اول خطوه للخروج، مش عشان اثبت حاجه ولا عشان اثبت اني مميز، ولكن فعلا ما عنديش اي نيه غير ان انا عايز اكمل وبس. يا سيدي دي كانت حلقه جديده من سلسله يوم التلات. اتمنى حد يكمل او حد يعمل حاجه.